اتفاق المنطقة الجنوبية من دمشق حول إجلاء مقاتلي داعش خلال الساعات القادمة وصل خواتمه. بقي بدء وقت التنفيذ وبعض التفاصيل اللوجستية التي يجري ترتيبها حاليا. الاتفاق الذي تم فيما بين مجموعة داعش التي ستنسحب من المنطقة الجنوبية خاصة في منطقة الحجر الأسود ومن بايعهم من المسلحين في مخيم اليرموك. نعم، مع الهيئة الأمم المتحدة يتم ترتيب هذا الاتفاق بانسحاب كل مجموعات داعش من المنطقة الجنوبية تقريبا إلى مناطق الشمال. الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة يشمل منطقة القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك، من شأنه إخراج حوالي 5000 شخص من مسلحين وعائلاتهم مع أسلحتهم الفردية باتجاه الشمال السوري. سجلت الأسماء التي ترغب بالمغادرة هم وعائلاتهم، نعم، تم التوافق عليها أو الموافقة عليها وتم تجهيزاتهم العائلية والمدنية. ربما يطلع 1500 مقاتل أو مسلح أو 2000، ضيف عليهم رقم معين لحتى يوصل لل5000 اللي هن عدد أفراد الأسرة والعائلة. من المنتظر أن تشهد المنطقة الجنوبية لدمشق ارتياحا كبيرا بعد خروج المسلحين منها وعودة مظاهر الدولة. هذا الاتفاق كان قد تعثر أواخر كانون الأول من العام الماضي إثر مقتل زهران علوش قائد ما يسمى جيش الإسلام، ما عطل مرور الحافلات من مناطق نفوذ هذا الفصيل. إذن أعيدت المفاوضات من جديد حول طريق جديد لتنفيذ التسوية. إن وصلت الأمور إلى خواتيمها كما هو مرتب لها، ستحل أزمة عشرات الآلاف من المدنيين في المنطقة الجنوبية بشكل عام وفي مخيم اليرموك بشكل خاص. قد يسدل الستار أخيرا على أزمة أهالي اليرموك لبدء فصل جديد بلا مسلحين أو مظاهر مسلحة. أزمة أفرغت تلك البيوت والحارات خلفي من سكانها إلا القليل. من مشارف مخيم اليرموك في ريف دمشق، دارين فضل، العالم.